تفتح التلفزيون تلاقي واحد طالع يعيط دايما دموع 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 دايما دموع. بس يا ابني، بس يا حبيبي، بس يا بابا. ده سيد زيان، بس وهو بيقدم ستاند اب كوميديان على حماده هلال على الضيق كده، وده قبل ما الناس تفهم ان اللي بيعمله ده اسمه ستاند اب كوميديان اصلا. وبص هنا بقى، ده سيد زيان وهو بيغني مواويل، ولا اجدعها مطرب مواويل في زمانه. وده بقى سيد زيان اللي احنا نعرفه العادي، بتاع خليل الغبي وبتاع المستكاوي الساعه 6. ولو قلت لك ان الراجل اللي احنا فاكرينه خليل الغبي ده كان ممكن في يوم من الايام يبقى مطرب مواويل كبير او مقرئ قرآن او حتى اول ستاند اب كوميديان في مصر، كنت هتصدقني؟ اكيد لا. سيد زيان يا شقيق واحد من اكتر الفنانين اللي احنا ظلمناهم، لاننا افتكرنا الافيه وحفظناه ونسينا الانسان سيد زيان. لما تيجي تبص على حياة واحد زي سيد زيان هتكتشف ان الراجل ده ظلمه طعمه وظلمه الفريم اللي احنا كنا عارفينه فيه. لان لما بصيت على لقاءاته وشفته وهو بيتكلم وبيحكي عن مشواره في الحياة ومسيرته الفنية، اكتشفت ان احنا قدام انسان ماشي في نور الله بمعنى الكلمة، وقدام فنان متنوع الفكر والثقافة والذوق والموهبة. لكن اللي ظلمه هنا ان اعماله السينمائية كانت قليلة، لكن من كتر ما هو طعمه مميز ومختلف هو معلق معانا لحد النهاردة، وده اللي هنكتشفه في الحلقة. سيد زيان يا شقيق ابن حي حلمية الزيتون، وابن لأب صعيدي جدا، كان بيشتغل مقاول صغير في منطقة المطرية والحلمية. مشواره الفني كان مبني على فطرته واللي عاشه من وهو صغير. يعني في احد لقاءاته كان بيقول انه عمره ما كان بيحلم بالتمثيل او انه يكون مشهور او نجم وكده، لا، الموضوع جه معاه انه لما كان بيتشاقى وهو صغير كانت امه تقول له روح ربنا يفرج عليك خلقه. فسيد زيان بيضحك وبيقول انا اتشهرت بسبب الدعوه دي، ان امي كانت كل شويه تقول لي روح ربنا يفرج عليك خلقه. واكيد كل الكوميديانات اللي زيي كانت امهم بتقول لهم روح ربنا يفرج عليك خلقه. انما هو بقى اصلا من وهو صغير كان بيحفظ قرآن في الكتاب، وكان نفسه يبقى مقرئ، لحد ما بعدها بشويه دخل اول مره السينما في حياته وشاف فيلم لحن الوفاء بتاع عبد الحليم حافظ، وفيلم تاني اسمه النمر لزكي رستم. وبيحكي سيد زيان انه لما شاف الفيلمين دول اتأثر قوي عبد الحليم حافظ وقعد يعيط معاه، ولدرجه انه شاف الفيلم اكتر من مره. ولما دخل المدرسه كان بيسمع ان في فريق تمثيل في المدرسه، لكنه كان بيخاف يروح يجرب الموضوع ده، وكان عاوز يبقى بعيد عن القصه دي، لحد ما امه هي اللي شجعته وخلته يروح يجرب. وبعد كده لقى نفسه في مسرح المدرسه واتشهر جدا في المسرح، وبقى ليه جمهوره هو و2 صحابه كمان، لدرجه ان الناس بقت تيجي تسال عاوزين نشوف سيد زيان هيعمل ايه النهارده. وكانوا بيعملوا مسرحيات وعروض ليهم في ساحه الحلميه، وكان سيد زيان لما بيعوز هدوم ولبس للعروض بتاعتهم كان بيسرق هدوم ابوه. لحد ما دخل سيد زيان الاعداديه ودخل مدرسة الصنايع قسم ميكانيكا طيران، وكان عاجبه أول القسم ده وكان شاطر فيه وكان نفسه يكمل فيه، لأنه بالنسبة له هيبقى هو الراجل اللي قاعد جنب الطيار في الطيارة وهم مسافرين، وأي عطل هيحصل هو اللي هيصلحه. لكن لما جت آخر سنة ليه في المدرسة كان بقى رئيس فريق التمثيل، وحس إنه عاوز يكمل حياته في المسرح ويسيب الطيران. وسيد زيان في الوقت ده شقيق سمع عن المسرح العسكري، وسمع ان المسرح العسكري فتح وعاوز ممثلين، فراح سيد زيان قدم على طول، واللي امتحنه ساعتها كان عبد الرحيم الزرقاني. فلما شافوا عبد الرحيم الزرقاني خلاه يعيد المشهد اكتر من مره وانبسط بيه جدا، وبعدها كتب توصيه على استماره قبوله في المسرح وقال هذا الممثل ممتاز والمسرح العسكري في حاجه اليه. الغريب اللي بعد الاشاده الجامده دي طبعا انا وانت نتوقع انه هيكون بطل من اول مسرحيه، لكن كالعاده الدنيا مش سالكه، وسيد زيان في الوقت ده عمل دور كومبارس بيقول كلمه واحده عباره عن ممنوع ممنوع، وكانت المسرحيه من اخراج عبد الرحيم الزرقاني نفسه، وابطال المسرحيه دول كانوا ناس مجهولين الهويه اصلا. لكن سيد زيان يا شقيق كان حابب ومكمل في اللي هو بيعمله، شئنا ام ابينا، لحد ما بيعمل دور عمره والشخصيه الشهيره اللي اسمها زربيح في مسرحيه سيدة الجميله مع فؤاد المهندس، ودي طبعا بتنطقوا شويه حلوين، لحد ما سيد زيان يا شقيق هينط فجاه كده ويعمل سنه 1970 مسرحيه اسمها سنه مع الشغل اللذيذ. والمسرحيه دي كانت من اخراج السيد بدير، وبيقال ان المسرحيه دي نجحت جدا لدرجه انهم قعدوا 4 سنين يعرضوا فيها،
على مسارح التلفزيون. والمضحك بقى في الموضوع ده ان بيحكي سيد زيان ذات نفسه انه حصل معاه موقف غريب جدا، ان وقت المسرحيه السيد بدير جمع الممثلين كلهم وقال لهم انا مش عاوز حد فيكم يزود اي حاجه عن النص، اللي هيخرج عن النص انا هقفل الستار عليه وهو بيمثل، انا حافظ المسرحيه دي عن ظهر قلب. فالممثلين كلهم قالوا له طيب ماشي، بس انت لا تجيب لنا سيد زيان. فقال لهم لا مالكمش دعوه بسيد زيان، انا هتفق معاه على كل حاجه. اسمع بقى سيد زيان وهو بيحكي الموقف ده هيحكوا لك ازاي، واكتشف سيد زيان الستاند اب كوميديان دلوقتي يا شيخ. واخد بالك يا استاذ سيد زيان معانا ولا؟ قلت له طبعا يا استاذ سيد. خلاص عرضنا واتفتحت الستاره، واول دخلتي الاستاذ سيد بدير واقف ورا الستاره ماسك حبل الستاره كده وعمالين نمثل، فامثل ما ياتي وامثل ما تحته خط، واقف بصص بيننا وبينه متر. فانا داخل المفروض راجل نزل في جزيره وكل حاجات مغيبات فمش داري بنفسه، فداخل اول جمله بكر عزت بيقول لي اصحى معانا يا اسطى، الطياره اللي احنا فيها وقعت، النص مكتوب فيه وقعت، يا نهار اسود. بس فوانا ده معرفش انا وقعت دي افتكرت نكته قديمه، قلت له وقعت؟ احنا مالنا؟ ايه وقع؟ احنا مالنا؟ هي بتاعتنا. فالصلاة فكلهم بصوا لمين؟ الاستاذ سيد بدير. نعم. في فترة السبعينات بقى هتلاقي سيد زيان بيعمل أفلام زي البنات والمرسيدس، وفيلم زي عماشة في الأدغال، ومدرسة المشاغبين لما اتعملت فيلم، وفيلم تاني اسمه بنت اسمها محمود، وأفلام تانية كتير كانت معظمها أدوار سيد زيان فيها كانت أدوار بسيطة، لكن كان هو مميز فيها وحاضر بقبوله وخفة دمه ومواويله اللي بيغنيها. بمناسبة الغنى بقى، في لقاء ليه مع الإعلامية بوسي شلبي كانت بتسأله أنت حتة غنى المواويل دي جت عندك منين؟ قال لها أنا كنت زمان وأنا صغير قعدت 18 سنة بصلي الجمعة في الحسين مع عمي، كنت أصلي الجمعة وبعدها أروح أقعد مع الناس بتوع الذكر وأقعد أقول معاهم وأحفظ، وده اللي خلى ودني تكون موسيقية وأحفظ المقامات بتاعتهم. وفعلا يا شقيق في لقاء تاني ليه كانوا جايبين سيد زيان يعمل منافسة غنائية مع مطرب سوري، وسيد زيان هنا بيغني مقامات وعرب بتاعت مطربين ومطربين أقوياء كمان، مش أي مطربين كده وخلاص. الراجل ده من كتر ما كان مشهور عنه حتة الغنى وإن الناس بتحب تسمعه، محسن جابر ذات نفسه الراجل المنتج الكبير اللي أنتج 3/4 شرايط مطربين مصر أنتج له شريط أغاني مخصوص وكان ناجح جدا، لدرجة إن سيد زيان اتعرض عليه إنه يروح يغني في حفلة في باريس وهيدوله $5000، لكنه رفض لأنه اكتشف إنه هيغني في حفلة عيد ميلاد قطة. سيد زيان يا شقيق عمرك ما هتعرف تمسك خط بهاني واضح في مشواره الفني، وده أسباب كتيرة، لكن أنا شايف من وجهة نظري إن سببه الرئيسي هو أعماله السينمائية القليلة. يعني عندك مثلا في فترة الثمانينات سيد زيان كان مزدهر في المسرح جدا، وكان ليه فرقته وكان بيعمل عروض مسرحية من بطولته وكانت ناجحة جدا، لدرجة إنه كان بياخد نسبة من إيراد المسرح، مش بياخد أجر وخلاص، لا الراجل بياخد نسبة من الإيرادات بتاعة المسرح. لكن رغم النجاح ده هتلاقيه في السينما مش بيعمل دور البطل، بالعكس ده بيعمل أدوار تانية وأدوار تالتة أحيانا. يعني عندك مثلا في سنة 82 هتلاقيه بيعمل فيلم وكالة البلح، أظن فيلم وكالة البلح ده بطولة نادية الجندي ومحمود ياسين. بس بعدها في 83 بيعمل دوره الشهير في فيلم المتسول، وطبعا المتسول معروف بطولة مين. وفي نفس السنة دي برضه بيعمل فيلم وداد الغزية، وهتلاقيه في سنة 84 عمل فيلم شوارع من النار. كل الأفلام دي ما كانتش بطولته هو، على الرغم إنه كان بطل في المسرح. ولما اتسأل قبل كده ليه كان بيعمل الأدوار دي في السينما رد وقال مع الأستاذ عاطف الطيب الله يرحمه، واخترت دول من وسط حوالي 20 فيلم منهم 18 أنا بطل، واخترت دول إن أنا مش بطل، وقبلت وقنعت أن أكون صعلوكا بين المماليك على أن أكون ملكا على الصعاليك. سيد زيان يا شقيق الصراحة لو انت فاكر ان انا بعمل الحلقة دي عشان مسيرته الفنية ومشواره الفني بس، يبقى انا ما اديتوش حقه، لان انا اكتشفت ان الراجل ده كان ليه تصرفات نبيلة مع ناس هو ما يعرفهاش. وبالمناسبة مش هو اللي بيحكي ده بنته إيمان سيد زيان هي اللي بتحكي ده
بعد ما مات. ومن ضمن المواقف اللي حكيتها بنته ولفتت نظري جدا هو موقفه مع راجل فلسطيني. بتحكي ايمان وبتقول ان مره دخل عليهم راجل فلسطيني البيت وعمال يدعي له وهي مش فاهمه هو للدرجه دي بيحب ابوها قوي كده، فسالته انت بتحب بابا قوي للدرجه دي؟ فالراجل الفلسطيني ده قال لها انه زمان وقت الحرب نزل مصر عشان يعيش فيها وما كانش لاقي حاجه ياكل منها عيش او لاقي حد يساعده، فالناس دلوه على العماره اللي ساكن فيها سيد زيان. فالراجل الفلسطيني ده بيقول لها انا طلعت له فتح لي الباب وقال لي اقدر اساعدك بايه؟ فالراجل الفلسطيني قال له انا طباخ في الاصل، تحب اعمل لك اكله؟ فسيد زيان قال له المطبخ عندك اهو، اعمل فيه اللي انت عايزه. فالراجل عمل الاكله وسيد زيان عجبه الاكل وقال له انت ناقصك ايه علشان تفتح مطعم؟ فالراجل قال له على كل الحاجات اللي ناقصاه وقال له على المحل اللي عاوز يشتريه. فسيد زيان قال له اختار المكان اللي عاوز تفتح فيه وانا هشاركك. طبعا الراجل فرح وراح عمل كده فعلا. الغريب بقى يا شقيق ان الراجل لما فتح المطعم كسب جدا، فلما كسب راح لسيد زيان بعدها بفتره عشان يديله نصيبه من الارباح. فسيد زيان قال له انا عامل كده لوجه الله، روح انا مش عاوز حاجه منك. اللي خلاني احكي لك الحكايه دي بقى يا شقيق مش عشان تعرف قد ايه سيد زيان راجل خير او طيب، لا، اللي خلاني احكي لك الحكايه دي ان شفته في لقائه مع المذيعه بوسي شلبي وهو بيقول لها انا كان كل احلامي وانا صغير ان يبقى معايا 30,000 جنيه وما كنتش عارف هعمل بيهم ايه، بس يبقى معايا 30,000 جنيه كده بس. شوفي دلوقتي بقى معايا ومعايا ومعايا. شوف انت بقى يا شقيق الراجل ده اللي كان كل احلامه يبقى معاه 30,000 جنيه لما ربنا اداله عمل ايه؟ سيد زيان كان مؤمن بجملة واحدة طول حياته، جملة كان بيكررها دايما في معظم لقاءاته ومش بعيد كلهم، والجملة دي آية من القرآن الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيوه، وما اكتفاش بكده ربنا قال لك بالحق. وعشان كده شقيق لما مذيع بيسأله وبيقول له عن انه ازاي ادى فرصه لمحمد هنيدي يطلع معاه في مسرحيه العسكري الاخضر وكان مديله مساحته وليه كان فرحان بيه قوي كده، سيد زيان بيرد عليه ويقول له انا زمان لما كنت صغير كنت بمثل في مسرحيه وكان اجري فيها 30 جنيه، ولما ضحكت فيها قوي نجم المسرحيه طردني منها، وانا كان ال 30 جنيه دول بالنسبه لي هم مصدر رزقي، فلما ربنا يديني عشان اساعد الناس اللي كانت زيي ونفسها حد يساعدها لازم اساعدهم علشان خاطر انا كنت زيهم وعارف هم كانوا بيبقوا حاسين بايه دلوقتي، وعلشان كمان لما يفتكروني بالخير. سيد زيان كان دايما مشغول بنهايته وحياته الاخيره لدرجه انه لما اشترى قبر ليه عشان لما يموت يدفن فيه قال لهم انا هنزل اجرب القبر ده واقفلوا عليا. فلما نزل بتاع 4-5 دقايق كده يكمل كلامه ويقول انا كنت عاوز اعمل بروفا على الموت، لكن مجرد ما قفلوا عليا ما شفتش كف ايدي وحسيت قد ايه الانسان ده صغير قوي. سيد زيان يا شقيق للاسف عانى في اخر ايامه صحيه لدرجه انه جات له جلطه خلته يفقد النطق، لكن بتحكي بنته ايمان انه كان فاقد النطق وما بيتكلمش خالص، لكن مجرد ما بنقول له بدايه اي سوره من القران ونقول له اول ايه منها بس كان هو يكمل السوره على طول، وتحس انه كانه بيفتكر ايامه في الكتاب لما كان بيحفظ القران الكريم. سيد زيان يا شقيق كان كل حلمه يبقى معاه 30,000 جنيه، لكن الجميل ان الراجل ده لما ربنا رزقه اكتر من اللي كان بيحلم بيه ما رضيش ياخد حقه من راجل فلسطيني ساعده زمان، ولما ربنا اداله نجوميه ساعد ناس صغيره تطلع وتنجح معاه زي محمد هنيدي، ولما افتكر الموت نزل قبره بنفسه عشان يجرب إحساس الوحدة الأخيرة. يمكن عشان كده الناس بتحب الفنانين اللي بيضحكوها، لكن اللي بيعيش بعد موته بجد هو الإنسان الطيب اللي ساب أثر كويس في قلوب الناس. سيد زيان يمكن ما كانش نجم شباك كبير لكنه كان إنسان كبير، ودي بطولة أصعب بكتير قوي من أي بطولة على المسرح أو في السينما. سلام يا شقيق.